زمان كانوا بيقولوا لي لما تتوه روح عند أقرب مسجد، وكانت دايما خطة ناجحة. حتى لما كبرت بقيت أول ما أحس إني تايه بروح لأقرب مسجد، ووعيت وبقيت عارف إن أي مشكلة بتقابلني برجع على طول لكتاب ربنا وبشوف السنة حصل فيها إيه زي اللي أنا بقابله. وأنا برجع افتكرت قصة صحابي لما كان لابس خاتم ذهب في إيده، والنبي صلى الله عليه وسلم خد الخاتم من إيده ورماه وفهمه إن الذهب حرام للرجالة كأنه جمرة من نار. ومشي النبي صلى الله عليه وسلم والناس بتقول للصحابي خد الخاتم بيعه وانتفع بيه، فرد وقال لهم لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله. ووقفت هنا أتأمل المشهد، ولأني لسه بتعلم عن ديني اكتشفت عشان أكون زي الصحابة لازم أطيع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم طاعة عمياء عشان بس أقدر أوصل لجزء بسيط من مكانتهم. ولما جيت أراجع نفسي لقيتني أبعد ما يكون عن ده، وأقرب حاجة افتكرتها هي المقاطعة اللي احنا عاملينها عشان نحرم الشركات اللي بتدعم اليهود سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وافتكرت وقفتي قصاد تلاجة الحاجة الساقعة وأنا بدور على منتج مصري وما لقيتش، ولقيت نفسي ضعفت وقلت هي الكنزاية دي هي اللي هتخسر الشركة. ورجعت افتكرت الصحابي اللي رمى خاتم الذهب وما خدوش، ورجعت وتخيلت نفسي وانا واقف بين ايدين ربنا وهو بيسألني ما ساعدتش اخواتك ليه. وساعتها حرفيا انا ما عنديش رد، لان لا رحت اجاهد معاهم ولا حتى ابسط الامور وهي ان اتخلى عن شوية اكل وشرب عشانهم. واستحقرت نفسي قوي بجد لما لقيتني بدور على شوية بدايل لاكل وشرب مش من اساسيات الحياة، ولما مش بلاقي البديل بلاقي نفسي بضطر ان اشتري الاجنبي. هو ازاي فعلا انا وصلت لكده؟ هل دي الغفلة اللي ربنا كلمنا عنها ولا ده اللي هم برمجونا عليه؟ وحقيقي كنت خلاص هضعف واشتري، بس جه في بالي شريط فيه كمية الدم اللي عملوها اليهود من ساعة ما دخلوا فلسطين، مشاهد ناس بتموت بدم بارد من اليهود واطفال بتتيتم. ويكفي اقول لك ان في مقابلة مع جندي من اليهود لما سألوه عن مجزرة عملوها وهو بيتكلم بكل فخر قال كنا بنحطهم في براميل ونقتلهم. ولما سألوه انت قتلت كام واحد قال لهم انا معرفش، انا كان معايا سلاح فيه 250 رصاصة وخلصتهم. وهنا انتهت حكايتي معاهم، وعهد بيني وبين نفسي ان اجاهد نفسي عشان اجيب حقهم، وان هطور من نفسي وهقاطع اي حاجة تخصهم سواء لها بديل او ملهاش. عمري حرفيا ما هتعامل مع حد ولا هنفع حد دم اخواتي في رقبته. سلام.